السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ مروة. يا رب اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصل له كل جديد. النهاردة جيت لكم بوصفات جميلة جدا. هنعمل الفول المصري بطريقة سهلة ومميزة وطعم وريحة تجنن. وعندنا هنا البطاطس برضه هنعمل بطاطس تنفع فطار تنفع في العشاء. ايه رأيكم؟ يلا يا حبايبي نبدأ ونسمي الله ونصلي على رسول الله ونقول المقادير وبعدها نقول الطريقة. بسم الله. انا هنا معايا علبه فول، لو عندك فول مدمساه وحطاه في التلاجة ماشي. وهنا بصلايه مبشوره وطماطمايه وحبه بقدونس، وهنا قرن فلفل حراق مع توم. وهنا التوابل بتاعتنا ملح بابريكا في كمون وكزبره، ده للفول. عندي هنا هعمل بطاطس مكعبات وحبه كزبره وتوم وفلفل الوان اخضر مع احمر اي حاجه. وهنبدا بالفول ونعمله. معايا هنا طاسه على النار، احط عليها معلقه من الزيت. اول ما تسخن هنزل عليها بالبصلايه وهنقلب كله ده مع بعض. اول ما البصلايه لونها يصفر هقول لكم نحط بعدها. لما الميه تغلي هنزل بالمكعبات بتاع البطاطس تتسلق وبعدها نطلعها. البصل عطتني اللون الاصفر الجميل، هنزل عليها بحبه الثوم مع قرن الفلفل الحراق. اول بس الريحه ما تطلع بتاع الثوم وياخد لون هنزل بالطماطم. بعد البصله والثومه ما خدت اللون الجميل ده هنزل بحبايه من الطماطم ونقلب كل ده. اول ما الطماطم تنزل ميتها هقول لكم نكمل خطوات. وعشان الطماطم تنزل ميتها هنزل بالملح والتوابل بتاعتنا الجميله دي وهقلبهم كلهم مع بعضهم. هناكل احلى طبق فول مدمس. وخلاص كده هنزل بالعلبه بتاع الفول. ولو عندك فول مدمساه في البيت برضو ينفع، بس انا بوريكم الطريقه واعملوا زي ما انتوا عايزين. هنقلب كله ده، نهرس الفول. لو ما عندكيش الهراسه بتاع الفول دي، عندي الهراسه بتاع الفول اهي. لو ما عندكيش بالشوك هرسه كده بسيطه، عشان انا عايزه الفول ده يبقى ليه طعم فيه، ما يبقاش دايب كده. وبعدها هنزل بالخضره بتاعتنا البقدونس ونقلب. ولو احتاج ميه يعني حط له حبه ميه. شايفين اللون والطعم والريحه تجنن. فول عظمه، ينفع للفطار وينفع للعشاء وينفع كمان في رمضان في السحور، لان كل سنه وانتم طيبين دخل علينا رمضان. واخر حاجه هنزل بمعلقه او معلقتين من الطحين. بسم الله ما شاء الله، احلى واجمل واطعم فول هتاكلوه وهتعملوه. هسيبه بس دقيقتين كده وبعدها نقدمه. شايفين الفول المصري على اصوله عظمه. اعمليها طريقه سهله وجميله هتحتمليها على طول، طعم وريحه. ننزل بالفول بعد ما خلص معانا وعملناه بالطريقه الجميله السهله بتاعتنا دي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، احلى طبق فول هتاكلوه. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم فيه؟ هنزينه بفلفل الوان وبصل اخضر، وننزل بمعلقه صغيره من الطحينه. عظمه. بسم الله ما شاء الله. البطاطس جبت طاسه ونحط فيها معلقه من الزيت، وهنزل بالمعلقه بتاع الثوم اللي انا فرماها ونقلب بس الريحه تطلع. اول بس ما تاخد اللون الاصفر هنزل. اول بس اللون بس ما يتغير بتاع الثوم هنزل بالفلفل الالوان اللي انا مقطعه. وبعدها هنزل بالفلفل اخضر احمر، والحراق ده اختياري.
عايزاه مش عايزاه عينيه من الوصف. وهقلب كل ده مع بعض، وبعدها هنزل بالتوابل بتاعتنا، معلقه صغيره من البابريكا، كزبره، كمون، وحبه ملح، وهقلب كل ده مع بعض. وبعدها هنزل بمعلقه من الخل، وهعصر الليمون عليها. الخل هقلب كله مع بعضه، وهنزل بحبه الكزبره الخضراء، وده الخضره والكزبره. وبعدها هنزل بطاطس اللي انا سلقتها وصفيتها من الميه، ونقلب كله ده مع بعض. وخلاص كده جاهزه على التقديم. بعدها هنزل في طبق التقديم. ايه رايكم في الوصفتين الجمال دول؟ خلاص كده يا حبايبي، في وصفتنا الفول بالطحينه خلص. وهنا البطاطس، بسم الله ما شاء الله، احلى فطار واحلى عشاء هتعملوه. ايه رايكم في الطريقه؟ وحبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليوصل لكم كل جديد. اسيبكم في رعايه الله وامنه.